صدق مش عارف منين نبدا. حكايه الشوط الثاني حكايه. انا عاوز ابدا بالحكايه المصري بايجيبشن كينج بتاعنا. يلا. الصناعه بالمصري حفله. في الصناعه والتسجيل ابوظ الروتين بتاع الاستديوهات، فخليكم معانا بتوع الجاليري يا سامر. هنبدا بالاول بالصناعه والتسجيل لصلاح. انا اول مره اشوف مارتينيز يترقص تانجو من صلاح، ترقيصه حلوه قوي قوي اللي بدا بيها الجول الثاني بتاع جاكبو اللي عملها، رقصه جابوا شمال ويمين وراح عامل الباص لجاكبو اللي راح شايلها من دخية وسجل الهدف. فالصناعه حلوه والتسجيل احلى بالنسبه للفريق، بالنسبه لصلاح. بدايه الهجمه، التحولات السريعه، السرعه، المهاره. تعال لنا بقى مارتينيز، تعال لنا مارتينيز اللي سفاح لكل المهاجمين، جابوا شمال ويمين وقعوا على الارض، راح عامل التمريره اللي جاكبو اللي كمل اللوحه حلو، قال له دخية عايزها فين؟ طب خد فيها بغير المتوقعه من فوقيه. خلص المباراه وبدات بقى الايه؟ المثلثات والمربعات. مارتينيز حاسب ده مصري. رقصوا تانجو ولا سامبا ولا الارجنتينيين بيرقصوا ايه؟ تانجو. سامبا عند البرازيليين. رقصوا تانجو بدون كوره، تك 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 شمال يمين. مبسوط ترى كان ان شاء الله دائما مبسوط. انا مبسوط بمستواه، لان بعض الناس في الموسم السادس بتشكك بيه. تشكك بايه؟ يا راجل استمتع وبص عليه واتفرج واستمتع. بص حط بقى الشاشه ورجع المباراه تاني او اليوتيوب واتفرج عليه بس هتتبسط. هتضحك من غير سبب. المهاره الكبيره بالنسبه للمدافعين. تنهاج ساب المدافعين بتوع الشوط الثاني. التمريره اللي فيرمينيو اللي بيقولوا ماشي، فبيقدم مباراه كبيره. تتذكر لما سالتك قبل المباراه تريكا وقلت لك ان من اهم نقاط القوة لصلاح هي القوة الذهنية في موسم ليس الأفضل لصلاح، لكن صلاح لازال موجود. القوة الذهنية شيء خارق للعادة عن صلاح. هو القوة الذهنية والموهبة. كل مدى يقول لك ايه راح للسقف يجيب لك الجديد. بقى محفوظ للمدافعين يجيب لك الجديد. خلي بالك في الماتشات الكبيرة ما بيلعبش أي حد، ده بيلعب اليونايتد اللي جاي بزخم كبير وموسع بقى وقال لك فاتح صدره. والله في حد تاني قدامه الكرة قدامي وعلى يمينه يقول لك استنى وقف وشوف حارس المرمى ازاي. لا ده على طول يلطش باليمين في سقف في المرمى. فانا مبسوط بالمستوى اللي بيه ومش متفاجئ. ده سادس موسم ليه في الدوري الانجليزي ولسه الناس بتشكك فيه ويقول لك جاب سقف. ده بقى محفوظ، ده ما بيظهرش، ده بيختفي. طب خد يا عم، بيرد عليكم كلكم.